يا اهلا يا اهلا يا اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامجي اللي انا عملته الفته واخرجته ونفذته وكل حاجه، اللي اسمه الوعي الاخر. الحلقه دي بعملها وانا مستنيه عماد بيجيب لنا حاجات، فاما يرجع في اي لحظه هنابورت الحلقه دي، هننهيها في لحظه. مهم يعني حصل ايه بقى النهارده الصبح؟ بعد ما غسلت اسناني اكتشفت كده بقى، حطيت لساني في حته في بقي كأن أول مرة ألمس الحتة دي، وبعدين اكتشفت إن عندي ضرس العقل. أنا مش عارفة هل هو كان موجود قبل كده ولا هو يعني ظهر دلوقتي بس أنا الفرق اللي حصل إن أنا بقيت مدركة وجوده. فمن ساعة ما أدركت وجوده بدأت أعمل إيه بقى؟ طول الوقت بقى لساني رايح له، طول اليوم لساني رايح له، خلاص عرفت إن هو موجود. مش بس كده، قعدت بقى طب يا ترى هو كده ملتهب، هو كده مسوس، طب هو ظهر امتى، طب اروح اكشف عليه. وهو اصلا ما كانش عامل لي قلق، يعني هو كان موجود من قبل كده او ظهر، بس هو اساسا مش عامل تاثير قوي، يعني فاهمين؟ مش عامل تاثير اصلا، يعني غير ان انا بقيت مدركاه. فده بقى لفت نظري لحاجه برضو منتشره قوي في موضوع الوعي ده، اللي هو خلي عندك وعي. الوعي اللي هو مش بالوعي بالمعنى ان انا ابقى عارف ملاحظ افكاري، بعرف اوصف مشاعري، بعرف اتعامل، بعرف الاحظ كده تصرفاتي جايه بناء عن ايه والحاجات دي. لا، الوعي ده اللي هو على سبيل المثال بقالي فتره ظهري بيوجعني، في حد بيقول لي اكيد دي تروما من الماضي فمأثره في ظهري، او الحاجات بتاعت انت معرفش ايه اللي واقف طريق نجاحك وانك تعمل فلوس، اكيد معتقدات من الاب والام، فروح هناك خلي عندك وعي بيها وطورها واسمها ايه، ودور عليها واعرفها وكلام من ده. ساعات بقى في وعي اللي هو الوعي ده، يعني في لفظ بقوله على القصة دي بس مش هينفع in public، بس اللي هو التفتيش الزيادة، ان انا اقعد ادور انا فين تروماتي، انا فين مشاكلي. ايوه، وبعدين ده بقيت واعي، حلو خلاص، انا بقيت عارف ان الضرس ده موجود. what's next؟ اللي هو الواي مهمة في الوعي. يعني انا ليه دلوقتي حاسس ان قلبي اتقبض مثلا، او ليه دلوقتي حاسس ان انا جسمي تقيل. ماشي، هنقعد بقى نحتاس في قصة ليه كتير، والهاو هننساها، مش هناخد خطوة ان احنا ازاي نتعامل مع الوضع الراهن. دي من اكتر مشاكل الوعي اللي انا بشوفها. القراية كتير، ناس تقعد تقرا كتب وتحضر كورسات وتاخد سيشنز وتعمل ايموشنال ريليز وهيلينج بطرق مختلفة كتير جدا عشان يعرفوا اللي حصل لهم، ويحضروا بقى فاميلي كونستليشنز، حاجات كتير كده بتتعمل. انا معاها كلها، يعني مش ضد اي حاجه فيهم، معاها كلها، بس فكره ان انا ابقى عارف مشاكلي فين وما باخدش حاجه ناحيتها. عملت ايه بالوعي؟ الوعي بقى نقمه. عارفين في حاجه كده في الصوفيه بتقول ايه؟ ان هو ولا وصل لراحه الجاهلين ولا لذة العارفين. بمعنى ان انا الاول ما كنتش مدرك، ما كنتش عارف اساسا، يعني ما كنتش عارف ان انا دلوقتي مثلا بخاف من العلاقات عشان انا ابويا وامي سابوني وانا صغير، ما كانش بيدوني حب واهتمام واحتواء. ما كنتش عارف السبب ده، فكنت بعمل الناس دي بطيبه وبحاول اصلح الحاجه اللي انا حاسس بيها دلوقتي واللي موقفه حياتي دلوقتي او مأثره على حياتي بالسلب دلوقتي. بس في اوقات لما الوعي بيقف عند بس ان انا جمعت المعلومه وكنستها وما عملتش بيها حاجه، بيبقى معيق جدا، بيبقى معيق للغايه. يعني ان انا عرفت ان ابويا وامي كنت يعني ان هي نجلكتد تشايلد مثلا، او حصل لي سيكشوال ابيوز وانا صغيره، او اي حاجه بقى من الهري ده. يعني اي، مع احترامي، يعني حاجات كبيره وبتاثر فينا كلنا، بس اي حاجه من الحاجات دي عرفتها، وبعد كده قعدت بقى حطيت ايدي على خدي، خلاص انا عرفت، واقعد بقى ادور اكتر واقرا اكتر واحلل في نفسي. طب انت هتعيش امتى؟ يعني هتعيش امتى؟ يعني محتاجين شويه تولز بقى انه هاو تو ديل مع الامر اللي ظهر لك. يعني ما تقعدش بقى ليل نهار كده عمال تهري. فانا محتاج اعرف قرار الموضوع واصله عشان خاطر ابدا اشتغل عليه. يعني خلاص عارف. يعني انا برضو في القصه دي افتكر حاجه مهمه قوي. يعني افتكر ان انا اتعلمت
لوجو ديزاين على ادوبي الستريتور، وانا عندي زيرو خبره. اتعلمتها ازاي؟ ان انا فتحت الحاجه وانا عندي تارجت عايزه اوصل له ايا كان التارجت ده، فقعدت كل ما احاول استخدم ال اسمه ايه السايت ده او الابلكيشن ده يقف قدامي حاجه، فادور على بروبلم سولفنج، ازاي احل القصه دي. فعملت عملت لوجو ديزاين، وانا حقيقي ما بفهمش ولو حاولت اعمله تاني مش هعرف، بس يعني هستخدم نفس طريقه التفكير، لاني بدور على الهاو ازاي اعمل الحاجه دي، مش بس ان انا اعرف ليه وازاي بيشتغل واجيب الموضوع بقى من قراره. يعني كنت اخد بقى كورس ازاي اشتغل على ادوبي الستريتور، هاخد لي فيه مثلا 3-4 شهور وما طبقش بايدي، ما اعرفش بقى هو ازاي الهاو بيتعمل. ده نفس القصه، الناس اللي عايزه تجيب تاريخها كله من الاول، بقى هات لي بقى من الاول ومن اول اجداد الاجداد، وبقى نقعد نروح نعمل تجسدات على حصنه ونجيب تاريخنا اللي فات واللي جاي. والله مش بتريق، بس هو يعني في الحاجات دي بتحصل، ونعمل ايه ونشوف القديم والجديد، وكل الناس بيحصل لها هيلينجز بطرق مختلفه. بس قصدي انه الهيلينج اللي ما بيعتمدش عليك انت، على سعيك انت، هتفضل طول الوقت بقى كده متعلق في رقبه الاخرين يعني. ف الوعي بتاع اعرف واسكت، يعني اعرف وبس، من غير ما يبقى فيه تولز، من غير ما يبقى فيه تمكين، من غير ما يبقى فيه ان انا باخد خطوه عشان اتعامل مع الحاجه اللي ظهرت لي. انا بحسه وعي ناقص حته بصراحه، لانه وعي اتكالي، انا عايزه اروح لفلان عشان يقرا لي ويقول لي ايه اللي جاي لي، فانا اقعد استناه يجي. انا عايزه اروح لعلان يعمل لي جلسه تنظيف، يلا برانيك هيلينج، مع احترامي للناس اللي بتعمل ده بجد يعني، عشان صحابي هم عارفين رأيي في الموضوع، مش بقلل من القصة، بس حلو هو نظف وعمل كل الكلام ده، وبعدين عارفين زي مثلا اللي بياكل زفت وبياكل زبالة الشارع وبعد كده يشرب شاي اخضر، يشرب الديتوكس. طب ما انت بقى محتاج انت نفسك تبدأ تنظف يعني. حلو يعني، مقتنع بالفكره ان انا اوسخ وانظف وكل كده، بس عندك التولز، بتعرف تعمل الحاجه النظيفه لنفسك، بتعرف تخرج من اللي انت عرفته ده، بتعرف تستفيد منه وتستخدمه، عندك ادوات. لو عايزين تعرفوا ادوات، بس عشان ما بقاش قعدت اهري كده وانظر على الفاضي، الحلقه الجايه هنتكلم على التنظير، بحبه قوي 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 التنظير ده. لا، ابسط ادوات بجد بتساعد اي بني ادم ان هو يريالايز الباترنز بتاعته ويحاول يطورها ويحاول يبيلد ا نيو هابت. غير طبعا التنفس الواعي، ان تلاحظ التنفس بتاعك، لان تدي اوردر لعقلك ان هو يركز في حاجه واحده في الوقت، وبتبقى ملاحظ افكارك والمشاعر اللي بتعدي بيها. الجورنالينج، ان انت تكتب يومياتك، يعني تكتب انت بتحس بايه. تول عبيطه، ومعظم التولز على فكره اللي بتساعدنا نعمل سيلف ديفلوبمنت سهله، يعني سهله. فممكن تبدا كده بالفكره نفسها، انه ما تدورش على اللي فات كتير، خليك في دلوقتي وشوف تقدر تتعامل ازاي بالمتاح دلوقتي ان انت تحسن جوده حياتك دلوقتي. بس كده. عماد جه. باي باي.